مساء الخير، ازيكم؟ عاملين ايه؟ انا ميادة ودي قناتي. هنعمل مع بعض النهاردة كشري بلبن، الترند اللي مكسر الدنيا. بس قبل ما نشوف الطريقة والمقادير، يا ريت نعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناة. في البداية هنا هنبدأ نعمل الرز اللي هيتحط في العلبة من تحت. معايا هنا نص كوباية من الرز، هنزل عليها بكوباية من المية المغلية ونص كوباية من اللبن. هحطهم على النار كده لحد ما يبدأ الرز يتشرب المية واللبن بالشكل ده. هنا كده تمام. هبدأ انزل عليهم بلتر من اللبن وابدأ بقى اقلبه كويس كده. انا هفضل اقلب كده شوية لاني انا مش عايزة اشيل ايدي خالص من اللبن عشان بس ما يلزقش تحت. على فكرة يا جماعة، انا الرز باللبن بتاعي ما بحطلوش نشا وبيطلع رهيب رهيب رهيب. بفضل اقلب فيه بالشكل ده. هنا حتى لو تلاحظوا بدأ يتقل شوية، يعني حاجة بسيطة كده. في المرحلة دي هبدأ انزل بالسكر. انا اكتفيت هنا بنص كوبايه من السكر، لان طبعا التوبنج اللي جاي كده مش مقولكوش يعني، فعشان كده مش هحط سكر كتير. هنا كده خلاص بدأ يتقل معايا، نزلت بمعلقتين من القشطه. افضل اقلب كويس. معايا هنا فانيلا، انا بحط الفانيلا في الاخر عشان تدي ريحه كويسه، بحطها وبقفل. كده خلاص يعتبر خلاص تقل معايا. معايا هنا بقى كبات بالشكل دوت، بجيبها من محل مستلزمات الحلويات، او لو ما عندكيش بتستخدمي الكبات التانية عادي اللي انا ماسكاها دي. هنا كده خلاص حطيتهم كلهم في الكبات. هبدأ بقى ادخله التلاجة يسقع. معايا هنا بقى جبت هنا بقى جلاش. دي على فكرة نص لفة جلاش قطعتها بالشكل ده. ودي ربع كيلو من الكنافة، كانت عندي في الفريزر. برضو يعني يفضل هي تكون مجمدة عشان تتفرك معايا كده بسرعة. هنا بقى كوباية من السمنة على الزيت، هقسم نصها ما بين الجلاش والكنافة. هاخد نصها للكنافة وهاخد نصها للجلاش بالشكل ده. هقلبهم كويس قوي وادخلهم بقى الفرن لعند ما يحمروا. بصوا انا ادخلهم الفرن وكل 10 دقايق اخرجهم، اقلبهم علشان ما يحمروش، يعني نفضل متابعينهم كده. هنا كده خلاص بدأوا يحمروا معايا بالشكل ده. الجلاش بقى بالشكل دوت ومقرمش جدا. هبدأ بقى هنا احضر الكريمة. معايا هنا معلقتين من الكريمة، نزلت عليهم بربع كوباية من الحليب وضربتهم كويس. بس انا طبعا الخليط ده كده بالنسبة لي لا تقيل. هجيب بقى اللبن هنا وهبدأ ازود اللبن واحدة واحدة لعند ما يبدأ يخف معايا بالشكل اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي. وهو ده المطلوب، يعني ده السمك المطلوب بالظبط. انا عايزاه بالشكل دوت كده، يكون بالسمك ده. هنبدأ بقى نحضر التوبنج اللي هنحطه. معايا هنا شوكولاتة سبريد، ومعايا اوريو، ومعايا مانجا مقطعاها مكعبات. على فكرة يا جماعة المانجا دي انا مخزناها، بخزنها بالشكل ده كده للحلويات. حطيت بقى الشوكولاتة هنا في العلبة عشان تكون سهلة عليا. معايا هنا زبدة لوتس برضو. هنا كده خلاص بقى خرجت الرز من التلاجة بعد ما قعد حوالي 5 ساعات. هنبدأ بقى نحط الكنافة، وبعد كده هننزل بالكريمة بالشكل ده. بعد كده هننزل بطبقة الجلاش. في الوقت دوت بقى نبدأ نحط التوبينج. أول واحدة هعملها معاكم، هعملها بالنوتيلا اهي بالشكل ده. هعمل دي كمان، هسيبكم بقى تركزوا. دي بقى عملتها بالمانجا. هبدأ احط على وشها كريمة كده من فوق اهي بالشكل ده. هعمل بقى معاكم اللي بالاوريو. تقدري تعمليه بصوص البيستاشيو اي حاجة يعني. تعملي بالكراميل، باي صوص انت عايزاه. انا اكتفيت بالاربع اطعمة اللي انا عملتهم بالشكل ده. ده هعمله بقى بزبدة اللوتس. انا حاولت على قد ما اقدر ان انا ما ازودش السكر قوي في الرز بلبن،
لان طبعا في صوصات كتير زي ما انتم شايفين عشان ما يبقاش بيجزع كده السكر. حتى الكريم شانتيه اللي انا حطيته ما حطيتوش سكر، وانا جبت الكيس اللي هو بيتباع في السوبر ماركت دوت يعني بيكون فيه سكر وكل حاجه، بلاش الخام يعني. هنا كده تمام خلصتهم. عملنا بالمانجا وعملنا بالاوريو وعملنا بالنوتيلا وعملنا بزبدة اللوتس. وانا شايفة تقدري تغيري في اي حاجة، لو انت عايزة تحطي فاكهة تانية او اي توبنج تاني عادي براحتك. هنا كده خلاص خلصنا الوصفة بتاعتنا النهاردة. هنبدأ بقى ندوق بقى. بص بقى هي بتتاكل ازاي، هي بتتقلب كده زي الكشري، بتجيبي من تحت لفوق كده بتقلبي الرز مع مع الكنافه مع الجلاش مع الكريمه كله كده تقلبيه في بعضه كده زي ما بتقلبي الكشري. هو ده طريقه اكله يعني. هقول لكم رايي فيها بقى، بصراحه هي طعمها جميل، يعني طعمها حلو جدا بصراحه، ويعني الميكسات كلها مع بعضها، الجلاش مع الكنافه مع الكريمه مع التوبنج حلوه قوي قوي يعني. وانا عن نفسي اكتر واحده عجبتني اللي هي بالمانجا. جميله كده وخفيفه كده وطعمها حلو قوي. لكن طبعا اللي بيحب الشوكولاته واللوتس والاوريو والكلام ده يعني هتعجبه يعني. فبصراحه هي حلوه قوي، يا ريت تجربوها بقى. ويا ريت بقى لو عجبتكم الوصفه ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه، وما تنسوش تشتركوا في قناتي على الفيسبوك باسم ميادة كيتشن. باي.